بص، انا عايزك تمسك الواد تفشخه ضرب وامنعه من الخروج، وعايره باصحابه وقرايبه هينه كده، والبت تحبسها في البيت واسحب منها التليفون. انا عاوزك تفش غلك فيهم. ما لو كانوا بيذاكروا زي الناس كان زمانهم جابوا مجموع زي الناس. مجموع ده ولا خصم في محل ملابس؟ يا دي النيله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه امبارح ولا اول امبارح طلعت نتيجه الثانويه العامه، وما بين اللي فرحان وما بين اللي زعلان وما بين اللي مصدوم. في وسط الكلام ده كله في كلام كتير اتهرس واحنا سمعناه قبل كده، زي ما بيقولك مش عارف بيل جيتس كان ساب الجامعه وما كملش، وشوف دلوقتي بقى عنده ايه، وشوف الراجل بتاع ابل عمل ايه، وشوف مين ما كملش تعليمه وصل لايه. او على فكره ده في دكاتره بس فاشلين ولا مهندسين بس فاشلين. بص، احنا هنبعد خالص عن كل الكليشيهات ديت، لان كل مجال فيه الناجح وفيه اللي فاشل. في دكتور ناجح وفي دكتور فاشل، وفي مهندس ناجح وفي مهندس فاشل، وفي ناس متخرجين من كلية تجارة، طبعا مع احترامي لكل الناس اللي في كلية تجارة وعادي خالص وفاتحين شركات والدنيا زي الفل معاهم. ومن كل كلية أو معهد أو أي مكان في الدنيا، أو حتى حد ما كملش دراسته، في اللي نجح في حياته وفي اللي ما نجحش. مش هي دي التكة بقى، ولا هو ده اللي هيفرق مع العيال أو الأولاد اللي لسه مخلصين ثانوية عامة. اللي هيفرق معاهم حاجة واحدة بس، النتيجة دي هتعدي وهيبقى يوم زيه زي أي يوم. وأي حاجة أنت هتعملها في اليوم ده أو أي رد فعل أنت هتعمله مش هيغير في الواقع من شيء. يعني جاب كذا في المية، خلاص أنت شوف مهما تعمل وتتنطط، هو خلاص الكذا في المية هي هتفضل كذا في المية هي. وهو نفسه هينسى يوم المجموع دهوت، وهينسى كل الكلام ده، وكل ده هيعدي ويفوت. إلا حاجة واحدة بس، رد فعلك في اليوم ده، رد فعلك على النتيجة بتاعت ابنك أو بتاعت بنتك. هو ده اللي هيفتكره، وهو ده اللي هيعلق في دماغه، وده هيحدد سلوكياته بعد كده وهيحدد تصرفاته بعد كده. اللي انت هتعمله معاه هو ده اللي هيعلق في دماغه. هل انت تقبلت الامور بصدر رحب وقلت طب خلاص الحمد لله وكده خير وكده رضا واللي يجيبه ربنا خير، ولا انت مسكته غسيل ومكوى ومسكته كمان مديت ايدك عليه وسحبت منه التليفون بقى، ولا حبسته في البيت، ولا نزلت فيه زعيق، ولا مقارنة بالقرايب والصحاب والكلام ده كله؟ كل الكلام ده زي ما قلت لك مش هيغير في الواقع من شيء. المجموع خلاص، ده اللي حصل، ده اللي تم. هنبص على اللي قدام. ايه اللي قدام؟ لسه في مرحلة تنسيق ولسه في اختيارات مختلفة، هنفاضل ما بينها ونشوف مين احسن ومين اوحش والكلام اللذيذ ده كله. لكن اللي حصل خلاص حصل، وده قدر ربنا، وان المجموع طلع كذا، سواء طلع بقى 50%، طلع 40%، طلع 90%، طلع 95%، ايا كان الرقم اللي طلع ده الواقع. هنشوف بقى اللي جاي هيحصل فيه ايه، هنشوف التنسيق هيودينا على فين، هنشوف الرغبات نفسها هتعمل معانا ايه. ولازم برضو نسأل عيالنا، هو انت كان نفسك تطلع ايه اساسا؟ ده لو انت مش عارف ده غلط، انت المفروض تكون عارف الكلام ده من الاول. تكون عارف ميوله، هل هو بيحب الرياضيات؟ لا ده هو بيحب الطب. طب هو بيحب الهندسة؟ طب الحاجة اللي هو بيحبها مجموعه لحقها خير وبركة. طب مجموعه ما لحقهاش، طب ايه هو التصرف البديل؟ لازم يكون في بلان ايه وبلان بي وبلان سي علشان مستقبل الاولاد. وفي الاخر خالص، لا المجموعة اللي في الثانوية العامة، ولا الكلية اللي انت هتدخلها، ولا تقديراتك في الكلية دي، ولا اي حاجة من دي هي اللي بتقول هل انت هتبقى شخص ناجح في حياتك ولا لا. مش هو ده اللي بيحدد، والله العظيم كلنا كنا فاكرين كده زمان، وبعد ما خلصنا واتخرجنا وكبرنا لقينا ان الواقع حاجة تانية خالص، ولا ليه اي علاقة بمجموعك في ثانوية عامة، ولا ليه اي علاقة بالكلية اللي انت قعدت تدرس فيها. فنخف على بعض كده يا جماعة، وبالراحة على العيال شويتين. الحكاية مش مستاهلة، الحكاية مش مستاهلة حزق. فبالراحة نمشي الأمور. وزي ما قلت لكم، رد فعلك على الولد أو البنت في يوم النتيجة هو ده اللي هيعلق في دماغه. فأنت أكيد مش هتبقى بتفش غلك في الولد أو في البنت، وبعدين تبقى أنت قاعد كده مستريح وهو قاعد متقدر ومكتئب بسبب الطريقة اللي أنت عملته بيها. ملهاش لازمة. في الآخر خلاص هو ده اللي حصل. نبص قدامنا وإن شاء الله اللي جاي خير، وربنا يكرم الجميع ويوفق الكل يا رب العالمين. بالراحة على بعض شوية، ها. بعمل سبسكرايب يا ابني. سلام.